السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. النهاردة كان في ماتش مهم جدا. النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية والحامل للقب لقب الأندية أبطال أفريقيا للسنة الرابعة على التوالي، كان بيقابل النهاردة فريق مولودي سان داونز. بصراحة يعني مصر كلها النهاردة نامت فرحانة. والله عن نفسي نايم فرحان. قال لك اخونا الاستاذ شخير قال لك 80% من الشعب المصري هيناموا زعلانين. انا يا اخي سبحان الله، انا من ال 81 اللي هيناموا فرحانين. للاسف يعني الاهلي اتغلب، الاهلي خسر. يا ضنا يا حبيبي، الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه بيتغلب من فريق جنوب افريقي عيال عباره عن شويه زيتونات كده، تمام؟ نزلوا عليهم سووا منهم سيراميكا كيلوباترا في ارض الملعب. بقى الاهلي بجلاله قدره جاي بيلعب قدام مولد سان داونز بيلعب دفاعي. طب اختش على دمك يا كولر، عيب عليك الكلام ده. يعني انت عندك بسم الله ما شاء الله، يعني عندك ميزانية مفتوحة وعندك لعيبة بسم الله ما شاء الله نازلة الملعب وضربة ملوحة بسم الله ما شاء الله، يعني لعيبة جامدة. وكمان الماتش بيتلعب على ارضك، على ارضك يا فاشل، على ارضك يا سفيه. عيب عيب يا عم كولر. انا من هنا بنضم الى اخواننا الاهلاويه واطالب برحيل كولر ورحيل مجلس اداره النادي الاهلي. المجلس كله لازم يمشي واللعيبه دي كلها لازم تمشي. عيب عيب. الاهلي على ارضه، على ارض. تخيل والله العظيم عندي اخويا اسمه يوسف زعلان. الواد ما بينامش، والله زعلان. كل شويه قاعد جنبي يصحى ويقول لي الاهلي تذهب يا عمو. معلش، وانا اجيب له حلاوه واجيب له البنك قواوه والواد زعلان. زعلان. العيال الصغيره في البلد حقنا والله زعلان. الشارع كله زعلان، الاطفال والرضع وصغير السن زعلانين. والله النجوم في السماء زعلانه. الآثار الفرعونية تحتمس جاني في المنام قال لي الأهلي اتهزم. ازاي يا تحتمس؟ قال لي والله. توت عنخ آمون قال لي والله الحاج عنخ جه امبارح قال لي انا مش مطمن. بقول له ليه؟ قال لي اصلك ممكن يصن عليه ويعملها. والله. فليه كده ليه كده يا كولر زعلت نص تريليون الشعب المصري كله، يعني من اطفال وصغار ونساء وعواجيز. مش عارف اقول لك ايه، العواجيز والعجائز والكنائس والجوامع والبحار السمك البلطي زعلان. والله. يعني الفراخ اللي بتكاكي كاكي 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 كا، والزبيضة بقطقطة كلها بتقول كاك كاك كاك، زعلانين يا اخي. الاهلي اتهزم. لا، انا من هذا الموقع اللي انا جالس فيه وبقول لكم من احدى الاماكن في الشقة من فوق الانتريه، انا زعلان. انا بطالب، كلنا بنطالب، الشعب المصري بندي تفويض للوزير الرياضة. يا وزير الرياضة تحل مجلس النادي الاهلي، الخطيب يروح واللعيبه تروح ويبقى النادي فاضي. مفيش حد بيلعب. يبقى هو كده مفيش حد قاعد خالص، مفيش اهلي ولا خالتي ولا عمتي ولا اي حاجه، يبقوا كده مقطوعين من شجره. لا بس بصراحه الاهلي ما كانش ليه حق النهارده ان يتعادل 1-1. كان المفروض شهر 6-1. ايوه زي 5-1 فاكرينهم. لا ما ينفعش. النادي الاهلي ممثل الكرة المصرية في الملاعب الافريقية والملاعب الفزلينية الفزلينية، ما ينفعش يروح كاس العالم. ازاي ده منظر نادي بيمثل قطيع كبير من قطيع المعيز
ازاي يعني؟ نادي الاهلي، النادي العريق، النادي الطويل القصير التخين الرفيع، ازاي؟ ما ينفعش. انا من هذا المكان بطالب، خدوها مني، لازم كلكم تطالبوا معايا. يعني عندما تكسر مطالباتنا هندفع كلنا ان شاء الله، والاهلي يبقى يحاسب على المشاريع. فانا بقول لكم اهو، ما ينفعش. كولر يروح، الخطيب يروح، مجلس الاداره يتحل، اللعيبه دي كلها تمشي، ان شاء الله نبقى نقبل في درجه ثالثه باذن الله. يجي لاعب مركز شباب الحي القبلي هنا جنبنا، شارع السوق، يقابل الواد حسني جملاي، تمام، ويقابل الواد عرفات حقها، تمام، والسيد فزلين، وهاني بتادين، واسماعيل ترميسين، هيبقوا تشكيله بنت لذينه. نقابلهم ان شاء الله في دوري المظالم، كلهم يقعدوا يدهنوا فزلين، يلعبوا على كاس المرحوم محمد ابو الفتوح، يلعبوا تحت في الجزيره عند الواد بتاع رمله، ده اسمه بتاع رمله دي، في عيل بتاع رمله من بيت الاسمنت تحت، يقابلوهم ويلعبوهم ان شاء الله باذن الله. وكان معكم من إحدى الأماكن في الشقة محمد كريم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله نقابلكم بإذن الله في كأس العالم، والأهلي بإذن الله يبقى قصلت الكأس. دمتم أينما كنتم، وكلوا شيبسي، واشربوا بيبس وسفن، وكلوا بطرة وكل حاجة. السلام عليكم.